السلام عليكم. ايه الاخبار؟ الحمد لله. قول لي عرفنا بنفسك. انا اسمي احمد محمود، احمد مدرسه. اللي انت عاوزه. احمد محمود انا عارف منك كتير الصراحه. اوكي. احمد بدر سنه في الكيمياء، سنه رابعه ان شاء الله الحمد لله، يعني ان شاء الله متخرج يعني. انا كنت ثانويه عامه عادي زي زمايلي اللي فاتوا، بس مش من هنا، انا اساسا من المنوفيه. عارف انا ضحكه هتيجي على طول كده. ف بس يعني ايه الدراسه بتاعت الجامعه بتاعتي كانت من هنا يعني. اوكي. انت كنت في ثانويه عامه مدرسه عاديه زي بقيه الشباب ولا كانت مدرسه مختلفه شويه؟ انا المدرسه بتاعتي كانت هنا، الثانويه بتاعتي كنت واخدها هنا في القاهره، بس يعني ثانويه مختلفه شويه في مدرسه المتفوقين عين شمس. المدرسه دي شبيهه شويه بتتم من ناحيه نظام القبول وكده. امتحانات القبول بتخش بعد ثالثه اعدادي، تخش 4 امتحانات قبول، وتتقبل بيقبلوا 96 واحد بس في الدفعه على مستوى الجمهوريه. فالحمد لله ربنا كرمني واتقبلت فيها على 3 سنين. احنا النظام بتاعنا المنهج بتاعنا زي الثانويه وكده برضه، ونفس التنسيق. فالتنسيق بتاع الثانويه جه، والموقع بتاع الجغرافيا على عكس الطبيعي انها مثلا المنوفيه كانت تجي لي جامعه المنوفيه. انا التنسيق الموقع الجغرافي كان جاي من القاهره اساسا، يعني من المدرسه بتاعتي كانت هنا. فجامعه القاهره كانت هي جامعه على اساس الاداره التعليميه مش يعني عشان الاداره بتاعتي، انا المدرسه بتاعتي الاداره التعليميه عين شمس هنا تبع القاهره، فالنطاق جابني هنا اساسا يعني. طب انت اصلا من الاول لو كان جات لك المنوفيه كنت هتختار اوبشن ان انت تيجي القاهره برجلك؟ الصراحه جامعه القاهره يعني كان اوبشن مغري جدا. يعني حتى لما كنا في الاول بنتكلم مع اهلي وكده على حوار دليل الاغتراب جامعه المنوفيه ولا حاجه، بس الصراحه جامعه المنوفيه ما كانتش قريبه مثلا مني من ناحيه، يعني كليه الناس مش قريبه، ومن ناحيه ثانيه طبعا جامعه القاهره احسن بكتير، يعني احسن نوعا ما من جامعه المنوفيه سواء هي او عين شمس. وصراحه كان الفضله بالنسبه لي كانت بين الاثنين يعني، وجت معايا يعني انا اخترت في داخل القاهره يعني على امتناع. اوكي جميل. طب قول لي بما انك الموضوع شبه ستيم في مدرسه المتفوقين، واعتقد ان انت الموضوع كمل معاك، فانت بسم الله ما شاء الله مغترب من مثلا من اعدادي مثلا اولى ثانوي؟ بعد ثالثه اعدادي على طول كده، يعني دي 8 سنه الحمد لله. 8 سنه مغترب. طيب ايه شايف المشاكل اللي بتواجهك كمغترب، سواء فتره المدرسه مثلا او حتى كمان الفتره اللي دخلتها في الجامعه يعني؟ بص، يعني اول مشكله بتقابل دايما اي حد بيجي صدمه نوعا ما، يعني صدمه ايه؟ صدمه بيروح للمجتمع، هو ما يعرفوش، هو اخره بيبقى يتعامل مع الناس اللي عنده، تمام؟ فبيجي هنا القاهره مجتمع منفتح اكتر، مجتمع يعني ايه بتلاقي فيه كل الناس اكوان واشكال، تمام؟ فتلاقي يجي هنا يتصدم بالواقع نوعا ما. الصدمه دي بتتحول كل واحد بيترجمها بقى لوضع يعني في اللي بيترجمها ان هو ينفتح تماما، يعني يجي ما يلاقيش رقيب، اهله بقى اللي كانوا معاه دايما بيراقبوه ده، خصوصا لما الناس الصغيره بقى، يعني كان واحد ثالثه اعدادي راح هناك، فكان عيل صغير لسه، فاهم؟ فراح هناك لا ما فيش بقى اهل بقى اللي يراقبوه وهو بيراقبوه مش عارف يعمل كذا، قال بقى خلاص سلم بقى الدنيا. خصوصا ان احنا كنا ساعتها اول دفعه تابلت، فالدفعه دي كانت يعني ايه الصراحه كان متسابلها شويه في حوار الامتحانات. اول ترم امتحانات قربت، مش عارف ترم مش عارف كذا، جيب زي ما تجيب تلاقي الدرجات طلعت عادي، فما كناش بنذاكر اللي هي المذاكره اللي هي يعني ثالثه ثانوي الصراحه كانت لازم برضه عندك تذاكر فيها قوي، بس هي قبلها الدنيا كانت بدأت مالها شويه يعني. فانت بعيد عن اهلك بتبدا بقى اللي هو ايه الموضوع، بيبقى انت رقيب نفسك من ناحيه ثانيه، بتتعامل مع ناس كتير. يعني مثلا انا كنت في المدرسه في ناس من كل المحافظات بقى، ثقافات مختلفه تماما عني، انا بتعامل مع ناس بتكلم بطريقه اكتشف مثلا اللي هو ايه يا عم الكلام اللي انت بتقوله ده مش طبيعي، ولا الناس كلها بتتفق على ده، اللي هو اتفق ان ايوه انت مش طبيعي، اللي هو يا جماعه انا جاي من كده، جاي من عندي بيقولوا ده طبيعي يعني، فاهم؟ فالاختلاف ده بيعمل صدمه كبيره قوي. وبرضه في ناس برضه بتبقى عندها بعض الحاجات الرفاهيه شويه عندها في البيت، مثلا بيجوا المدرسه او بيجوا السكن بتاع الجامعي ما بيعرفوش يتعاملوا خالص، الحمامات مثلا مش احسن حاجه، الاكل مش احسن حاجه، الكلام ده
ما بيعرفوش يتاقلموا خالص، يقول لك النظافه وايه مش عارف ايه. فمش بقول ان ده غلط وبتاع، هي فعلا النظافه مش بس احسن هو مش حاجه، عارف يتأقلم. بس هم ما بيعرفوش يتاقلم. فعاده حل الناس دي بيبقى جروب بيتخلق من البيئه دي خالص، وشفناها دي اكتر من مره كتير سواء في المدرسه او في السكن الجامعي. طب قول لي مش حاسس في موضوع جاب فوائد معاك؟ اكيد كانت فوائد كتير. انا اساسا ما كنتش شخص اجتماعي قبل ما اجي هنا القاهره بتاعت يعني انا كنت شخص مغلق تماما، كم واحد بتعامل معاهم، واحد الناس عارفاني بس هم اخرهم عارفين اللي هو ايه، ولا التحقيق هناك اللي بيطلع من اوائل مش عارف ايه. تعال بص، فحد عاده اللي كان بيجي لي عشان عايز اشرح له حاجه بس او اعمل له واجب حاجه شبه كده. جيت هنا الوضع اختلف تماما. لا انا جيت اولا المدرسه بتاعتي كانت فيها ناس زيي، فمفيش حد ليه افضليه على حد يعني. فاللي هو الحاجه اللي كانت الناس بتجي لك عشان يسمعوا كده الموضوع مبقاش موجود. فبقيت انا بتعامل مع الناس مش على سبيل ان هو ايه في ميزه عندك اللي هي مش عارف انك بتذاكر مثلا، فالميزه دي في لا، الناس بتجي لك عشان كده، فعشان عايز اكلمك، عشان بحب اتكلم معاك، عشان هم بيحبوك. فالموضوع بقيت كون زمايل فعلا اصحاب حقيقيين شويه، لسه لحد دلوقتي على تواصل معاهم رغم مسافات بعدت فيهم اللي راح بعيد قوي فعلا، ولكن لسه الكلام ما بينهم موجود يعني. انا سمعت انه كمان بتتجمعوا كل سنه تقريبا. لحد احنا بنتجمع ممكن مرتين في السنه لحد دلوقتي. هو الموضوع طبعا لما بتكبر مع الوقت المسؤوليات اكيد طبعا الموضوع هيقل، المسؤوليات بتزيد، وفينا اللي اتخرج خلاص اللي راح جيش وبيشتغل وبتاع، بس ستيل احنا الرابطه بيننا ما زالت رابطه قويه، ما زالت رابطه موجوده، ما زلت انا عايز اكلم اي حد من زمايلي سواء من دفعتي اصغر او اكبر اكلمه، والعلاقه هتبقى زي ما كانت قبل كده. طيب انت ايه اللي خلاك تاخد سكه المدارس المتفوقين دي اصلا من الاول؟ ايه اللي شجعك عليها برغم ان انت تبقى عارف مثلا ان انت شخص مش اجتماعي، ما جربتش قبل كده تقعد لوحدك في سكن او كده، فكل دي حاجات ممكن تخوفك تخليك ترجع ورا شويه. ايه اللي خلاك لا انا هروح وانا عاوز الخطوه دي او وهكمل فيها؟ حقيقي الموضوع بيخوف، بس في نفس الوقت لما جيت لما كنت في ثالثه اعدادي عرفت بعض الزمايل اللي كانوا ما شاء الله يعني عليهم برضه متفوقين، كان فيهم احسن مني ما شاء الله. فعرفت الناس دي شجعتني اكتر. كنا بندور مع بعض على الموضوع، كنا بندور على ستيم ساعتها في الاول. وبعد ما خلصنا ثالثه اعدادي عرفنا الستيم وعرفنا العين شمس وكده، وقعدنا نفاضل بين الاوبشن بالمعلم، وجت معانا عين شمس. فانا كنت جاي عامل حسابي ان انا خلاص انا جاي مع زمايلي دول وهنتقابل ومش عارف ايه كلنا مع بعض. معظم زمايلي دول ما تقابلوش عادي جدا، لان الامتحانات في الاول والاخر ما بترحمش. امتحانات على مستوى الجمهوريه شوف بيمتحن كام واحد، و96 واحد بس. فاحنا الامتحانات والامتحان ما كانش سهل، كان في 4 امتحانات بتمتحنهم. كلمنا اكتر على الامتحانات دي. الامتحانات انت بتمتحن 4 امتحانات، انجليزي وعلوم ورياضه واي كيو. الامتحانات يعني الرياضه مثلا كان جاي لنا اسئله صعبه، بس المستوى بتاعنا عادي. مثلا الانجليزي برضه كانت اسئله صعبه، كان في حاجات مش في المنهج اساسا، بس انت المفروض في حاجات هو لما بيمتحنك على اساس مستواك انت الشخصي، بيمتحنك انت كنت عارف ايه في المنهج مثلا، مش دايما كان مش دي طريقته دايما يعني. هو بيقيس انت عارف ايه، مش انت عارف ايه من المنهج. بالظبط يعني. ودي بتبان اكتر في امتحان الاي كيو. امتحان الاي كيو فعلا يعني هو امتحان بيقيس مستواك سواء في اللغه اللي هي العربي تحديدا بالنسبه لنا، والحساب، والمهارات بتاعت الانماط اللي هي كده يعني. الامتحانات دي بتستهدف تحديدا قد ايه انت عندك سكيلز او بتفهم الطرق دي اكتر من انت بصمه قد ايه من المنهج. اوكي. طب انت عارف موضوع النصائح ده بدري شويه، انت تنصح حد لو في ثالثه اعدادي يمشي بنفس سكه مدرسه المتفوقين؟ مش هقول انصح، ولكن هقول ان هو عشان لازم يفكر فيه. يعني اصل مش دايما الناس كانت بتعرف تتعود، مش دايما الناس بتعرف تكمل في السكه. في ناس كانت بتمشي بسرعه، في ناس ما بتعرفش تتاقلم في الاول ويستعجل في القرار ويجي ماشي مثلا. انا شفت مثلا ناس تعرضت لتنمر لفتره، وبسبب التنمر ده راح سايبين المدرسه. ده اوبشن برضه، ده في ناس حصلت معاها كده. والتنمر ده ظاهره شفتها مع المغتربين، ده مش حاجه هينه ممكن يعني
التنمر بيشمل سواء شخصيات مثلا ضعيفه الشخصيه شويه مثلا، فالناس تمسكها تنمر عليها كل الطرق، سواء بالكلام لحد ما يوصل للضرب مثلا كمان. في مثلا على حسب مكانك، انا تعرف انا مثلا من المنوفيه، صحيح طبعا سيل بقى الكلام بيتاخد في الاول يا جماعه ده مين يعني اخرها ايه يعني المنوفي ده كبير ومش عارف ايه، بس انا بكلمكم ان الموضوع بيطلع بره نطاق المنوفي كده. انا في ناس اتعاملت معايا اول ما رميت كلمه منوفيه بص لي بصه كده ولا كأن انا قلت له ان انا جاي من يعني اخو ابليس تقريبا جاي من تحت ولا حاجه اللي هو ايه منوفيه ايه يا عم ازاي هي ناقصه والله اتقالت لي نصه. فالتعامل مع مثلا الناس بقى اللي بيجي مثلا من صعيد ثانيه غاليه، وده لان العنصريه التعامل مع الناس دي حقيقيه بجد، فربنا يكون في عونهم عامه يعني. فاحنا بنتكلم ان في ناس كتير على حسب حظهم للاسف ما بيبقى يعني مش دايما. انا مثلا تجربتي الحمد لله كان في تجربه كويسه، نوعا ما شفت ناس كويسه وكده سواء في المدرسه وجيت بعد كده السكن، مش دايما كان حظ الناس كده. وما اقدرش الوم الناس دي، فعشان كده بقول ما بقدرش افتكر تجربتي على الباقي. يعني هي كل واحد ليه تجربه شخصيه، ولكن هل يفكر في الموضوع ده مين؟ انا شايف ان دي تجربه كويسه، وكده كده انت هتحتاجها في فتره ما في حياتك. يعني لو ما كانش في الثانوي هيبقى في الكليه، لو ما كانش في الكليه هيبقى في الجيش، لو ما عندكش جيش خالص انت في الاول والاخر دخلت هندسه. فهندسه ديت يعني انت حياتك مش معناها مش هتفضل ثابت، انت ممكن تلاقي نفسك بتروح تسافر في حتت بتعمل حاجات، فانت حياتك عمرها ما هتبقى حياه استقرار زي ما انت متخيل قوي. دي تجربه انت محتاجها فعلا. طيب انت الحين احنا قلنا خلاص الواحد فكر الموضوع، الشخص فكر خلاص اتفق مع نفسه انه انا والله ابغى امشي في سكه المتفوقين هذه. طيب ايش تنصح الاهل يعني لو الشخص هذا ولدهم قال انا خلاص انا همشي نفس الفكره اللي انت مشيتها اللي المتفوقين، بس الاهل رافضين، ايه رايك في تصرف الاهل او ايه النصائح اللي ممكن تقدمها للاهل او ايه الفكره اللي تبغى توصلها للاهل في المجال ده؟ هو الفكره على حسب يعني اسباب الرفض، يعني في اسباب رفض انا شفتها، يعني اتعاملت مع اولياء امور كتير شويه بخصوص، يعني كل سنه لازم يجي لي ولي امر او اكتر يسالوني بخصوص المدرسه وكده، وتجربتي فيها يعني. في ناس كانت بتبقى رافضه وكنت بوافقهم على اسباب رفضهم، زي مثلا انهم ما يقدرش يعني مش شخصيتهم يقدر يتاقلم وكده، او مش متعود او عايز حد يكون معاه. فانا كنت اقدر بتفهم اسبابهم جدا وبقول لهم يعني ماشي مفيش مشكله. في اسباب ثانيه بقى اللي يقول لك ايه المدارس ديت اساسا الناس بتخشها بالواسطه، فالكلام اساسا كان بيجرح فيا، يعني هو بيتكلم كده، هو بيجرح شخصيا فيا كده من غير ما يعرف. في ناس كانت بتعمل اسباب غريبه قوي للرفض. احنا شفنا قبل كده الناس يعني ما انساش، كنت ايام ما كنت في مدرسه الثانوي في ولية امر دخلت المدرسه وابنها بياكل في المطعم كده وقت الغداء، فشافت الاكل ايه القرف ده؟ يا ابني طلع الغداء بتاعك، راح مطلع كنتاكي. يعني انا قادر اتفهم ان ده اسلوب الحياه اللي انت معيشاه فيه مش مشكله، بس هل انت عايز تعيش كده يعني فور ايفر؟ يعني هل هو هيفضل يعيش كده؟ هل الوضع في مصر اساسا يسمح له ان هو هيفضل عايش كده؟ لو انت شايف كده اوكي براحتك، يعني ده في الاول والاخر ده قراركم وده ابنكم، مش بقول ان قراركم صح او غلط، بس في نفس الوقت انا بشوف الظروف في مصر، بشوف حالات الناس، بشوف الطبقات اللي فوق بتنزل والطبقات اللي فوق، مش الحال ما بيفضلش دوام الحال من المحال دايما بالظبط. فانا شايف لا دي الفكره ديت فكره فكر فيها من الاول للاخر. والمدرسه تجربه بالنسبه لي كانت كويسه، مش كل الناس عاشت نفس التجربه الكويسه بتاعتي، بس انا بالنسبه لي كانت تجربه جميله جدا. انت في الثانويه كان السكن تبع مدرسه صح؟ جوه المدرسه. جوه المدرسه. طيب في الجامعه؟ الجامعه بقى الموضوع اختلف شويه، انا دخلت الحمد لله جامعه القاهره وبتاع، السكن المدينه الجامعيه بتاعت الطلبه موجوده في الجامعه على طول من الثانويات. ولكن اول حاجه صدمت بيها بقى ان السكن ما فتحش في اول يوم على طول. يعني انا جيت المفروض اعدادي، فالمفروض سكننا يفتح فين؟ كان في سكن في الشيخ زايد اللي هو اعدادي، فاللي هو السكن بينه وبين الكليه بتاع 15 دقائق، فكنا عاملين حسابنا خلاص رايحين هناك. ايه اللي حصل؟ اول اسبوع اتصدمنا ان السكن ده اتقفل على حظي. طب جميل هنروح فين؟ هيودونا الجيزه. طب تمام امتى بقى؟ الله اعلم بقى. فتح امتى بالنسبه لاعداد؟ فتحوا لنا ثالث. وده كده احنا كنا محظوظين. السنه دي مثلا واحنا بنمتحن الميد ترم كانوا فاتحين لسه فاتحين بتوع اولى،
تخيل واحد جاي المفروض مغترب، جاي من اللي جاي من راجل بحري كفر الشيخ واسكندريه وكده، واللي جاي من الصعيد، جاي من سوهاج وقنا واسوان وكده، بقى قاعد لحد فتره الميدترم بتاعتنا مش موجود. المفروض يعمل ايه؟ هذه السنه الان السنه دي اللي انا بتكلم فيها. الترم ده للمعلوميه يا جماعه كان الاسبوع الثامن من الدراسه، كانوا لسه يعني تقريبا شهرين من الدراسه. المشكله ما اتحلت. ايوه المشكله الحال بقى اسوء، وبيصير اسوء كل سنه في التعامل مع الطلبه البعيد. طب دول جايين من بعيد، يعني انت المفروض، انا عايز افهم بس الحاله اللي فوق او تعامل الناس اللي فوق او الادارات دي، الناس دي جايه من بعيد عايزه تسكن. يعني ايه عايزه تسكن؟ يعني هم ما عندهمش سكن هنا، ما عندهمش مكان، ما عندهمش مش عارف ايه، عايزين يحضروا الكليه اللي نقبلوا فيها. ليه التعامل ده بالظبط؟ ليه مثلا عندهم نظام مثلا سيستم القدامى يسكنوا الاول، وبعد كده مش عارف المنقطعين والمستجدين يسكنوا الا ما شاء الله. يعني انا سكنت في السنه دي ساكن في ثاني اسبوع. طب الاسبوع اول اسبوعين كانت ايه دنيتهم؟ يعني لما دكتور مثلا معين جينا نكلمه على الظروف راح قايل لي مفيش اعذار. يعني ايه مفيش اعذار؟ انا اجي لك ازاي؟ انا ما اقدرش اجي لك. ولكن للاسف في ناس ما بتتفهمش بتاتا، سواء دكاتره او معيدين او حتى زمايلك او الادارات اللي انت بتتعامل معاهم. يعني تيجي هنا الادارات مثلا تتعامل معاهم تحس ان هو بيتعامل معاك كانك بيتك جنب الكليه. يا عم انا بقول لك اسكت، اكيد انا مش من هنا. انت قلت دكاتره ومعيدين، ايش دور الدكاتره والمعيدين لما يتفهموا في الموضوع؟ يعني احنا دلوقتي دورهم ايه بالظبط؟ احنا دلوقتي بنتكلم في ابسط شيء، ناس بتاخد غياب مطلوب، فانا بعتذر اسفا ان انا بقول لهم انا مش هقدر اجي، يعني انا عندي ظرف، انا مش قادر اسكن، مش عارف كذا، مش هقدر اجي. مش عارف عندنا مثلا اصلا او حاجات كتير، او مثلا في ميتنج وكده، ما عنديش نت، ما عنديش فلوس عشان مثلا نجيب نت كويس. ما عنديش، احنا برضو الدنيا ليمتد شويه، محتاجين نت، محتاجين مش عارف كذا. كل حاجه تلاقيه بيتعامل معاك كانك جاي في البيت، قاعد في البيت، وما بيفكرش في اي احتمالات. عايز يجيبك يوم مثلا الجمعه والسبت يجيبك عاد، طب ده اليوم اللي انا عايز اروح فيه البيت. يعني انا ما صدقت بالنسبه لي بروح الخميس ارجع السبت، اللي هو دي مش فتره كبيره مثلا بالنسبه للاسبوع، بس انا عايز اقعد في الفتره دي مع البيت. ليه تجيبني يوم السبت؟ ليه الموضوع ده اساسا؟ طب ما كده انت حرمتني من الاجازه اللي انا عايز اقعدها مع اهلي، بصدق انها تجي لي يعني. فلا، في مسؤوليه مش قليله على الناس ديت انها تتفهم ظروف الناس ديت عامله ايه وعايزين ايه بالظبط يعني. وبرضه الاداره بتاعت الكليه، يعني مثلا في مشكله كبيره بالنسبه للناس اللي بتبقى جايه من بعيد. معظم التدريبات للاسف اللي بتيجي، ومش بس اللي بتنزل في الكليه، ده بس اللي بيعلن عليها كمان، بتيجي عاده بتيجي في نطاق القاهره الجيزه كده، النطاق بتاع القاهره كله. فانت واحد من بعيد عايز تتدرب عشان انت التدريب بتاعك قبل ما يكون التدريب ده مفيد ليك، ومطلوب منك وقت معين. ايوه مطلوب منك من عدد الايام دي. طب ماشي، انا عايز اتدرب، فانا عشان اتدرب محتاج ان انا اشوف سكن ليا. عندك اوبشن اثنين، يا اما تشوف سكن خارجي، ربنا يكون بقى على ثمن القعده بره وكده. يعني لو انت قعدت لوحدك فيها تكلفه وقدرات، فانت لازم تشوف لك قاعده مع ناس، الله اعلم بقى لو حظك تعرف ناس تقعد معاهم، او لو ما تعرفش فدي كارثه كبيره. يا اما الطريق الطبيعي انك تسكن في سكن الجامعه، وعندك الاوبشن ده بالفعل، لان ديت التدريب ده مطلوب منك عشان تتخرج اساسا، فهو بيتحسب ان الكورس مكمل للكليه او التدريب ده مكمل للدراسه في الكليه. جميل، دي لقطه جميله منهم انهم يعملوها. ولكن تيجي تبص بقى، انا الاجازه اللي فاتت عايز اتدرب في شركه، اقعد اسبوع كامل عشان اعرف اخلص الاجراءات، وجبت يومين من التدريب، ولو كنت غبت يوم زياده التدريب ده كان راح عليا. اسبوع ليه بمشي في اجراءات التدريب؟ طب انت، احنا بنتكلم مثلا كان حصل ان انا قدرت الاقي شخص فلاني اقعد عنده اليومين الايام اللي انا كنت بقعد اجي فيها، وروحت البيت فتره اللي هو جمعه وسبت ساعتها، ورجعت تاني عشان اكمل الاجراءات دي. طب غيري، طب اللي هو مثلا، طب واحد انا جاي مثلا بقول من المنوفيه مش ابعد حاجه، اللي بيجي مثلا من تحت الوجه الابن، او يجي حتى من فوق اللي هو كفر الشيخ مثلا بيقعد 4 ساعات قبل ما يجي ولا حاجه، ده اقل حاجه. فالناس دي تيجي المسافه دي كلها عشان يقول له والله الورق كان غلط، عيب بقى الكلام ده، او يقول له مش عارف معلش احنا محتاجين خدمه وكيل الكليه، تعالى بكره. يا عم انا اقدر اجي لك بكره، انا جاي بقول لك اسكن،
مش جاي بقول لك ممكن تخلص لي، عايز كارنيه كليه، او بقول لك مثلا عايز تخلص ورقه صغيره مثلا. لا، انا بقول لك انا عايز اسكن عشان عندي تدريب. يعني ايه اسكن وتقعدني اسبوع في المعرض؟ فلا، في مشاكل صراحه في الورقه البيروقراطيه بتاعت والتعامل مع الموظفين او ايا كان المسؤولين بشكل عام في التعامل مع الناس ديت، انهم ما بيعرفوش ظروفهم وما بيعرفوش الكم المجهود والفلوس اللي بيدفعوها عشان يعملوا اي حاجه هم عايزين يعملوها هنا. وللاسف معظم الحاجات اللي انت عايز تعملها بتبقى هنا، ما بتبقاش عندك خالص. طب اقول لك معلومه ما اعرفش تصححها لي، ان في ناس بيبقوا في السكن هم مش بعاد قوي. انا عرفت السكن بيبقى عدد كيلومترات معينه، بس في ناس مثلا في السكن هي تقدر بالمواصلات تيجي مثلا الكليه في حوالي قول ساعه وربع، ساعه ونص، ومثلا ممكن ده ياخد مكان حد سكن ابعد. هل ده بيحصل؟ بص، هي في سيستم ثابت للوجود بتاع الناس في السكن. النطاق كان في الاول اول ما جيت كان عاملين نطاق 60 كيلو بعد عن الجامعه. النطاق ده بيتقاس اللي هو طريقك بياخد قد ايه، اللي هو الميكروباص بتاعك بياخد قد ايه، مش عارف. لا، المسطره عاملين كده من الجامعه لحد مكان بيتك. هم عاملين حساب انك راكب طياره يعني، تمام؟ فطبعا ده ما بيحصلش، يعني انت ممكن تاخد مسافات اكبر بكتير. النطاق ده وانا لما دخلت ثالثه هنا اتزود بقى 70 كيلو. انا مثلا جاي من السادات، انا مكتوب بكام؟ 77 كيلو. انا باخد كام في الحقيقه؟ اكتر من 110. في سؤال مثلا لو انت حاجه مختلفه عن صعب مثلا لو هي عاصمه المدينه بعد المشاكل ديت ولا كل خد سنه في ناس بتسال كل الحاجات دي ساعات، بس هي الفكره في على حسب حالتك نوعا ما. يعني من دلوقتي مثلا الناس اللي هي بتبقى بعاد قوي احسن لهم طبعا ان هو يجي عندها سكن. ليه؟ هيدفع فلوس اقل، والاكل هيكون طبعا موجود تبع السكن وكده. الموضوع احسن بكتير. لو سكن بره هيدفع ايجار وهيعمل اكل وهيقعد يعمل اكل وحوار ده بهدله، غير بقى ثقتك في الناس اللي قاعده معاك. انا اعرف زمايلي مثلا كانوا بيسكنوا في محافظات ثانيه يعني وقت الجامعه في شقق، في اللي جاب لهم مصيبه ووداهم الاسم عشان يشهدوا بصوت كان بيشرب خمره وعمل مشكله. حضرتك ايه يعني؟ انت مثلا في ناس بتعرف ناس زمايلها مثلا في الجامعه شقه، مش كل الناس حافظه كده. انت وحضرتك مع الناس اللي بتقعد معاهم في الشقق اللي بره، فالناس اللي بتقعد الشقق بره ساعات للاسف بيبقوا مضطرين ليه؟ ساعات السكن هنا اللي هو المدينه الجامعيه بتغلس عليهم في الاجراءات وكده، يبقى مثلا بعيد فعلا، ولكن يقول له معلش بقى حسبنا لك بالطياره ما طلعتش كده، فشوف لك بقى حته تسكن فيها. ودي شفتها يعني، شفت واحد ناس من العياط مثلا او الحتت ديت بياخد مسافه قد ايه اول ما بيجي، وبرضه في الاخر ملوش سكن. هيدفع في الاخر هيدفع 1000 جنيه وملوش تاخد كده. انا يعني بيقول لك لا بلاش. طب انا ممكن ادفع اقل من كده لو فكرت مع ناس مثلا، اقول لك بلاش كليه خالص، ما بيجيش الكليه اصلا، بيجي الكليه مثلا على الحاجات الرئيسيه بس. ف لا، في فعلا السكن صحيح كويس لناس كتير، على الرغم من كم العيوب اللي قاعده بتزيد سنه عن سنه، بس هو ما زال الاوبشن الاحسن من الاوبشنات الثانيه اللي موجوده قدامك كشخص مختلف. طب قول لي بعيدا عن مشاكل البيروقراطيه والورق، ايه المشاكل نفسها اللي في السكن نفسه؟ اللي هي مثلا حاجات اساسيه في الحياه او في استخدامك كطالب جامعي مش موجوده. زي ايه؟ بص، يعني ابسط شيء يعني احنا ما فيش اكسس خالص ان انت عندنا هنا في جامعه القاهره. مثلا جامعه الشمس عندهم نت، وحلوان عندهم نت، ولكن هنا الحمد لله جامعه القاهره بتاعتنا كان اول ما جيت خالص في اعدادي كان في نت في مبنى امتياز بس. المباني عندنا بتقسم بالتقدير. كان في نت في مبنى امتياز اللي هو مبنى 15، وكلنا بقى كنا ايه، انا بالنسبه لي كنت حاطط لا لازم اجيب امتياز وانا في اعدادي عشان اخد نت، عشان عندي اكسس للنت، وهو ده احسن في مبنى 15. رحت هناك الحمد لله وانا في اولى شهر 11 النت ده اتقطع. ليه؟ ده كانت مش عارف هديه اساسا من شركه اتصالات ومش عارف ايه، والموضوع يعني في نت في المطعم. ده شبكه النت الوحيده الموجوده. طبعا لما بنتكلم عن المطعم فالمطعم ايوه المطعم كتير، كل بني ادمين السكن يقدروا يروحوا هناك عادي جدا يعني. فكل لما بروح عشان اكل مثلا قابل النت ده ما بيفتحش معايا اساسا.
فالنت بجد حوار كبير قوي. 100 واحد يعني 100 اكتر. انا اديك المينيموم انا. لا بيبقى في اوقات بتبقى ضغط فظيع فعلا يعني ما بتعرفش تفتح حساب خاص. ايه تاني غير النت؟ بص يعني ساعات في يعني بتفرق بقى من مبنى التاني. في مباني مثلا عندها نظافه في الحضيض، يعني العمال ما بيهتموش مثلا وكده. في ناس عندها مثلا برضه بيبقى دي بقى حظك الشخصي شويه. يعني مثلا على حسب مثلا انت داخل عارف حد مثلا تسكن معاه ولا لا. في ناس مثلا بتيجي ما تعرفش حد تسكن مع حد، حظك وحش، الشخص ده كمان. شوف بقى البهدله اللي انت هتتبهدلها، يا اما عشان تعرف تتعايش مع الشخص ده، يا اما عشان تعرف تبعد عنه وتخرج. يعني دي انا مثلا نموذج واتكرر قدامي. انا صحيح في الاول جيت مثلا حاطط كنت اعرف ناس وكده، بس بعد كده برضه كنت مع ناس عشوائيه، والحمد لله يعني كان حظي معاهم انهم كانوا ناس كويسه، بس مش كل ما حظها كده. ف فعلا الموضوع بيبقى ايه؟ هل المدينه الجامعيه امان؟ امان من ناحيه سرقه؟ السرقه لا. يعني السرقه ديت هو الحمد لله ما بقتش اسمع عن السرقه ديت السنه اللي فاتت كده، ولكن كان في وقت مثلا ايام الجمعه تحديدا كانت مشهوره فيها السرقه. الناس بتصلي الجمعه وتلاقي واحد مثلا ما كانش قافل اوضته مظبوط مثلا ولا مش عارف ايه، اتلم اللاب بالفلوس وكل حاجه. ياما سمعنا عن سرقات عندنا اللاب والفلوس وحاجات شبه كده في اول ما جيت تحديدا. بعد بس حاليا ما بقتش اسمع عن الموضوع قوي. ما اعرفش هل الحراميه تابوا ولا اصل ما فيش كاميرات وكده هتصور. طيب بالنسبه للجانب الصحي يعني لا سمح الله الواحد تعب ايش يسوي؟ يروح يشوف المستشفى برا ولا في عياده؟ بص في عربيه اسعاف عندنا متواجده دايما في السكن. لو انت عايز لو انت المشكله كبيره بيودوه فعلا يعني العربيه على طول على الناس. في صيدليه برضه طبعا عندنا للسكن وكده، بس عاده انت تعبت بقى تعب تاني يعني واحد كشف مثلا في مستشفى الطلبه كشف فيها طبعا كشف كده بس دي متاحه لطلبه الجامعه كلهم يعني مش لينا احنا سبيسيفيك يعني. شايف ايه المشاكل التانية بشكل عام في السكن او الحاجات اللي بتواجهك كمغترب حتى في الدراسة تأثيرها عليك غير اللي احنا كنا قلناهم دول؟ الموضوع شغل كتير يعني انا قلت يعتبر مشاكل فعلا. بس انا مثلا اكتر حاجه شفتها بقى ممكن ما قلتهاش هي اكتر من اتنين او المشكله الاساسيه بتاعتهم ان احنا لازم ينجح في كل ماده في كل ترم. انا عارف ان الموضوع ده يبان بالنسبه لبعض الناس اللي بيقولوا هو ايه يعني ايوه ايه الموضوع هو ده الناس السهل. فلما نيجي نتكلم بقى ده شال ماده لا قدر الله شال ماده، ايه التبعات اللي هتحصل عليه؟ اولا لازم يمتحن في دور في التم، وبسبب اللائحه بتاعتنا فانت درجه الامتحان بتاعك ما بتطلعش غير في الترم اللي فيه كان فيه الماده تاني سنه. بالظبط. يعني انت لو شلت ماده الترم الاولاني هتطلع لك نتيجه الترم الاولاني، ولو الثانيه يبقى انت مش هتشوف الثانيه كلها. السكن بيطلب منك انك لازم تكون ناجح قبل ما تخش. فالماده ديت مش معناها انك ناجح، طول ما نتيجه الماده دي مش معاك انت كده مش ناجح. وعندك الكليه ما بتقدرش تطلع ورق اثبات انك انت ناجح على الورق حتى من الكنترول انك ناجح ما بتطلعش. فشفت زمايلي شال ماده الترم تاني ما سكنش السنه كلها. اللي هي واحد صاحبي قعد 3 سنين كل سنه بيشيل ماده الترم تاني ما سكنش 3 سنين ورا بعض. كل سنه حظه يشيل ماده الترم تاني رغم ان هو مؤهل ان هو يسكن. رغم ان هو بعيد وبيجي مسافات كبيره وكده، بس حظه بيشيل ماده الترم تاني فبيتكرر معاه. حلها بوجهه نظرك بسيط جدا. ورقه من الكنترول لو النتيجه مش هتطلع مش هيعرفوا يطلعوها مثلا على طول معاهم بيبقى معاهم النتيجه. والاحسن ان هي كمان تطلع في ساعتها ما تستناش للترم لما بالظبط دي هتحل مشكله الناس ديت. الناس دي فعلا بتعاني عشان تعرف تيجي هنا وبتاع. وشفت حالات الناس دي بتبقى عامله ازاي، في اللي ما بيجيش كليه اصلا، في اللي بيحاول يتصرف في سكن بره عقبال ما يجي في فالناس ديت بجد بتبقى حالتهم مشكله، واللي هو ضغط كبير عليهم، ضغط ان هو محتاج انه لازم ينجح عشان يعرف يقعد. لا لازم ينجح، ومش ينجح عارف انت اللي هو ينجح في كل المواد مثلا. ولو بقى المشكله معاه مثلا في النظافه ولا بتاع، في مباني مثلا خصوصا التقديرات القليله مثلا
النظافه فيها ساعات ما بتبقاش احسن، على حسب برضه المحافظه كل سنه المباني بتتغير. فيقول لك ايه انا لازم احسن مثلا المجموع بتاعي عشان يقعد في حته احسن. يعني مثلا في شغل مثلا مبنى امتياز، انت في ناس حرفيا بتدور انها تجيب امتياز عشان بس تدخل مبنى امتياز، مش عشان حاجه ثانيه اكتر يعني. هو بالنسبه له لازم يجيب الامتياز عشان كده، مش فارق مع الامتياز برضه. ف لا بتعمل ضغط شويه برضه يعني. بس يعني ده مسؤول عننا. وهل في اي نصائح اخيره كده؟ بص، هو اهم نصيحه عندي يعتبر هي انك تحاول تتاقلم على الوضع اللي فيه. انت خلاص بقيت طالب، ربنا وفاك وطلعت مثلا من 500 الاوائل اللي هو يقدر يجي هنا من بره، او كان مثلا نصيبك زي مثلا او سيستم او كده، وجيت خلاص معانا، فانت غصب عنك بقيت مغترب وكده. فانت الاوبشن اكتر حاجه مهمه بالنسبه لك انك تحاول تتاقلم على الوضع، انك ما تحاولش تقفل على نفسك لو انت مش عارف بقى حد ومش عارف كذا والظروف وحشه ومش عارف كذا. انا عارف ان الوضع بالنسبه لك مختلف تماما، الناس هنا مش هم نفس الناس اللي انت تعرفهم، في تعامل مع الناس هنا ساعات ما بيبقاش حلو خالص في اوقات قليله، بس يعني لما بتفتح نفسك شويه وتحاول تتعامل مع البشر وكده هتلاقي ناس هنا عاليه كويسه جدا، في ناس بتعرف في الوضع مش أسوأ، مش كل حاجه وحشه قوي، لا هتلاقي في ناس وضعها عادي اسوء منك عادي جدا، انت وضعك مش وحش. بس تحاول تفتح نفسك شويه وتحاول انك انت ايه يعني تفش نفسك في زون انت كنت قبل الكليه كنت ايه ودلوقتي بقيت ايه. بس ده اهم نصيحه بالنسبه لي يعني. يعني وان شاء الله الدنيا تبقى معاك كويسه. في سؤال، مثلا لو حد مثلا عايز يخش هندسه، مش مهم القاهره ولا حلوان ولا الشمس، انت هتقول له مثلا ما تخشش القاهره عشان اللي هو مغترب يعني، ما تقولوش مثلا خش القاهره وروح مثلا حلوان او عين شمس عشان السكن بتاعه احسن. يعني هل السكن، هل شايفه يبقى لو هو مثلا هيجي بعيد في محافظات قبلي او كده، شايفه عامل مهم قوي ان هو يحطه في حسبانه لو هو متاح ليه الثلاث كليات؟ على حسب الشخص، بس انا بالنسبه لي الصراحه انا مبسوط ان انا اخترت القاهره عن عين شمس. يعني زمايلي كتير في المدرسه معظمهم دخلوا عين شمس، ولما كان الكلام كده كله كان بيقول لي اخش معانا عين شمس ومش عارف ايه. انا استشرت ناس يعني ناس في عين شمس وناس في القاهره مش عارف ايه، وقال برتاح للقاهره دخلت القاهره، وما زلت الحمد لله انا بحمد ربنا ان اختياري كان القاهره. عين شمس بالنسبه لي كانت اوبشن مش احسن حاجه بالنسبه لي يعني القاهره، وبرضه بحمد ربنا ان دخلت القسم ده مقارنه مع بقيه الاقسام. يعني انا مبسوط بالقعده هنا يعني الصراحه، مش متخيل، انا ما كنتش متخيل ان انا هتبسط في هندسه طبعا اطلاقا يعني. فلا انا دي الاختيارات القليله اللي عملتها في حياتي مبسوط بيها. اشكرك جدا 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 يا بدر، انت بتعبر عن فئه مش قليله الناس بتوع السكن، وباذن الله الفيديو ده يكون مفيد لاي حد في السكن، ولعله عسى يتشاف ويحصل اي حاجه مختلفه تتحسن الوضع شويه في السنين الجايه. اشكرك جدا بجد يعني.